gitmiyordu. Ben eşiyim. Kulağımda kalmış uzun süre. Buldum ben eşiyim. Sakın gitme benden. Bırakma beni Zeynep. Beyim yok artık. Elif. Hastaneye gitmesi lazım. O dayanamazsa ben ölürüm. Emir, ayo. Çıkamazsınız buradan. Zeynep. Zeynep nefes al. Zeynep Bakma tamam mı? Bak kurtuldun. Yetiştirin. Hanım şu an şimdi. Ben senin hep nefesin olacağım. Bize kalan sadece beklemek. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Kötü olma. Anne varsa geride kaldı artık. Madem benim içime ateş düştü, seni de yakacağım. توقعات الحلقة 180 من مسلسل تل الرياح الموسم الثاني. بتبدأ الحلقة وخليل بينعش قلب زينب وبينجح وبياخدها وبيهرب وبيضرب نار على صادق لما بيشوفه وبيتمكن انه ياخد زينب ويروح المستشفى وبينادي على دكتور علشان ينقذوها وبيقول لهم انها كانت في مكان مغلق لفترة طويلة. وبيستنى خليل قدام الغرفة بتاعت زينب وبيبقى خايف جدا عليها وبيكلم أسرته وبيقول لهم وبتيجي جولهان وسنجول ووالدة زينب وإخواتها وبيبقوا جنبها. وبيدخل خليل غرفة زينب وبيكلمها إنها ما تستسلمش وتسيبه لأنه ما يقدرش يعيش من غيرها. وجولهان بتبقى منهارة وبتقول لخليل إنها فقدت الجنين وبيبقى حزين على أخته وزوجته. وبيبقى خليل جنب زينب وماسك إيديها وبيحس إنها بتحرك إيديها وبيبقى سعيد جدا. لكن هل فرحتهم هتكمل ولا لأ؟ واللي ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. وفي النهاية بنشوف إن صادق في المستشفى رايح علشان يقتل زينب وبيبقى مش واضح هل ده حلم ولا حقيقة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا وبحب أشكر كل اللي بيتابعنا واكتبوا لنا بتتابعونا منين في التعليقات تحت. أو تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.